ربي وأنور في الدنيا قلبي وأكبر بسم الله وأتلذذ بالصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني، لقد اتفقنا على أننا لا بد أن ندخل الصلاة بمشاعر، لا بد. مسألة أن ندخل إلى الصلاة بلا مشاعر ولا عبادات قلبية فلا نحس بالصلاة بأي شيء، هذا يجب أن ينتهي ويكون من الماضي. فقط ألفاظ وحركات ثم يقوم من الصلاة، هذا لا يكفي. يجب أن تخشع باستشعار المحبة والهيبة والرجاء. يقول ابن القيم: فإن اللذة تتبع الشعور والمحبة، فكلما كان المحب أعرف بالمحبوب وأشد محبة له كان التذاذه بقربه ورؤيته ووصوله إليه أعظم. ونحن إخواني نريد أن نلتذ بقربه سبحانه، وقد علمتم أنه ما من أحد يحب أحدا إلا وهو يحبه، إما لجماله أو لتعامله أو لإنعامه عليك. وقلنا أن الله تعالى قد جمعها كلها، وفصلنا في جمال الله وفي حسن تعامله. بقي أن نتكلم عن حبنا له بسبب إنعامه. ولا أخفيكم أنني في لقاء اليوم لن أتعب أبدا، لن أتعب في إيصال هذا الشعور إليك. فماذا عسى أن أذكر وماذا عسى أن أترك وأنا أخاطبكم الآن؟ كم من نعمة تجري من حولك. التفت وانظر، انظر كم من نعمة الآن تدور حولك. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. بل لو تركت النعم التي حولك وجلست تفكر بنعم أخرى. فكر الآن، فكرت؟ فكر بنعمة أخرى. طيب، تلك النعمة التي فكرت فيها اتركها الآن. أرأيت تفكيرك فيها؟ كونك تفكرت بها، هذا التفكر عبادة، والعبادة نعمة من الله. إذا فقط كونك فكرت بها وتفكرت، هذه نعمة. فكيف إذا أضفنا إليها النعمة التي فكرت فيها؟ نعمتان فقط بلحظات. فعلا كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والله ثم والله لو لم أقل في هذه الحلقة إلا هذه الآية لكفتني، ولكني اخترت نعمتين فقط: نعمة الأمن ونعمة الإيمان. أما نعمة الإيمان فهي أعظم نعمة مرت عليك في حياتك. افرح أنك عرفت إلهك الحقيقي، افرح، فأنت بعد قليل ستصلي وتسجد له. غيرك كثير والله ما عرفوا من هو إلههم. بعضهم أخذ يبحث عن إلهه وسط البقر، وآخرون يبحثون عنه وسط الفئران، وغيرهم ينظر إلى الشمس والقمر وهلم جرا، إلا أنت قال لك ربك: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، كما في سورة طه. هذا الإيمان. أما الأمن النعمة الأخرى، فالأمن أمنان: أمن داخلي وأمن خارجي. يؤمنك ربك أمنا داخليا وأمنا خارجيا. أما الأمن الداخلي فهو جهاز المناعة. هذا مثال يعني من الأمثلة سوف أذكرها. جهاز المناعة، جهاز المناعة هذا عبارة عن منظومة عسكرية متطورة، يملك أسطولا من كريات الدم البيضاء التي لا تتردد بمهاجمة أي جسم ضار يغزو بدنك. ويبدأ عمل هذا الجهاز عندما تقوم غدة من الغدد اسمها الغدة الثيموسية، ثايموس جلاند. هذه الغدة تقوم بتدريب هؤلاء الجنود. فعلا تعتبر مثل الكلية العسكرية، كلية عسكرية لكريات الدم البيضاء. تدربها فترة،
نوع التدريب تدربها على التفريق بين الأجسام الصديقة والأجسام غير الصديقة التي تكون في البدن، ثم تقوم بعملية اختبار لها فتعرض عليها أجساما صديقة. ماذا تصنع إذا عرضت عليها أجسام صديقة؟ يعني تقوم الغدة هذه بعرض أجسام صديقة على كرة الدم البيضاء التي تحت التدريب، فإن لم تهاجمها ونجحت بالاختبار أطلقتها لتبدأ دوريتها وتبدأ تمارس عملها في جسمك. وإن لم تستطع هذه الكرة البيضاء التفريق فهاجمت الجسم الصديق، تدرون ماذا تصنع؟ تقوم هذه الغدة بقتل هذه الخلية الراسبة، تقتل كرة الدم البيضاء لأنه لا فائدة منها. سبحان الله. والغريب أن هذه الغدة الكلية العسكرية ليست دائمة في الجسم، بل هي مؤقتة، فإذا بلغ الإنسان وكبر فإنها تبدأ بالضمور في بدنك. لماذا؟ يقولون لأن كريات الدم الآن أصبحت متعودة وعندها كفاءة فلا تحتاج. طيب وما هو عمل هذه كريات الدم؟ يعني كيف تعمل؟ لا، هذه معركة قتالية واسعة النطاق أصلا. تبدأ بعملية استخباراتية، حيث أن جهاز المناعة له كريات دم خاصة بالاستكشاف، فإذا وجدت جسما غريبا دخل بسبب جرح أو شيء آخر يعني تسلل إلى الداخل، قامت باستكشافه، خلايا خاصة بالاستكشاف تأتي إليه وتأخذ عينة منه، عينة من الجسم الغريب هذا، وتوزع هذه العينة على باقي الكريات ليستخرجوا المصل المضاد لهذا الجسم. فإذا تم تصنيع هذا المصل المضاد الذي هو يختص بهذا العدو الداخل جديد ولا يعالج شيئا آخر، قاموا بتوزيعه على الخلايا المتخصصة بالقتال والمهاجم والتي تتجهز للانقضاض عليه، ثم إذا انتهوا فإنهم يخزنون هذا المصل المضاد. لماذا؟ حتى إذا دخل نفس الجسم مرة أخرى لا يحتاج منهم أن يصنعوا مصلا جديدا، بل السلاح موجود، اضرب على طول، لا يحتاجون إلى إعادة تصنيع، يخزنونه. كل هذا يحدث في جسمك وأنت لا تشعر. من الذي يحركه؟ من الذي يدبره؟ أليس هذا من الأمن؟ إي والله، كما قال تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، في الظاهر وفي الباطن. هذه من نعم الباطن. أخي الكريم، هل شاهدت مرة صورة لعملية الهجوم، هجوم كرة دم بيضاء؟ عندي لك صورة نادرة ولقطة فيديو مشاهدة نادرة لعملية هجوم لهذه الكرة. تابعها معي بعد الفاصل إن شاء الله. بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي وأكبر بسم الله.